في هذا الفيديو يكون عندنا دايرة حصل تنقلون عشوائي. المفروض من اللون يطلع عن دوت نجيب نادي يلبس نفس التيشيرت دوت ونجيب نادي أي لاعب، وهيعمل تشكيلة كاملة من دايرة الحظ ديت. ونسينا موضوع صعوبة، هنلعب تشكيلة جولد. في نفس الوقت اللون هيجيلنا مرة واحدة، يعني لو جالنا مثلا اللون الأبيض في مثلا ريال مدريد وتوتنهام، لو اخترنا توتنهام مش هنعرف ناخد ريال مدريد تاني. بس وهي دي كده الفكرة. واحنا دلوقتي تقريبا معانا 250,000، نحاول نبني تشكيلة كاملة. هل نقدر ولا لأ؟ يلا بينا نصير نشوف أول لون معانا هيكون ايه. ومعانا شباب في الدايرة 13 لون. يلا بقى نبدأ نشوف أول لون معانا هيكون ايه. ونقول بسم الله. اول لون معانا اسود، عايزين نادي بيلبس لون اسود. شوف طاقاته يعني 5 سكيل، صوت و97، وحلو اوي بالنسبة لكارت جولد. تزداد 89، تمرينات 80، ومراوغة 91. البني مش هيكمل معانا الماتش كامل، ناخد نص ماتش بس مش مشكلة. طوله حلو مش وحش، وعنده باور شوت تمام. اول لاعب اتضاف معانا تشكيلة هو كيليان امبابي. يلا بينا نشوف تاني لون معانا هيكون ايه. اخضر غامق. مين بيلبس اخضر غامق من الأندية؟ مش جاي في دماغ حد بصراحة. بقى الناس ان ليفربول السنة دي الطقم التاني بتاعهم اخضر. طبعا انا عارفين هنجيب مين. نجيب طبعا صلاح، يبقى عندنا الهجوم. كان نهتم بالهجوم اول حاجة. برضه صلاح يعني زي مبابي 3 مليون. وبهذا الشكل تاني واحد معانا تشكيلة هو مو صلاح. بالنسبة لطاقاته فطاقاته حلوة برضو، يعني 88 سرعة، 87 تسديدات، تمريرات برضو حلوة مراوغة. يلا بينا نقول بسم الله نشوف تالت لاعب معانا هيكون مين. ده اللونين اخضر غامق وفاتح الاتنين تقريبا. مفيش حد بيلبس اخضر غامق واخضر فاتح، يبقى نفس اللون عامة. بس هنشوف. بس شوف احنا ملقناش اندية بتلبس اللون الاخضر فاتح، فهنشوف لون غيره. دور الدايرة ده نشوف اللون اللي هيطلع لنا ايه. احمر، ده المطلوب الحمد لله. بالنسبة للون الأحمر ففي عندي كذا بايرن ميونخ وبنفيكا وليفربول وأرسنال طبعا. لكن أنا في ظهير عجبني أوي، يعني لعبت بيه ماتش وكان متألق جدا، وكان برضه كارت الجولد، فعشان كده عايز أجيبه. فهذا ظهير من ليفربول، ومع إنه ظهير أيسر لكن أنا ألعبه في مركز الرايت باك. هذا الظهير هو كيركز. بأمانة يعني بعيد عن أداؤه في الملعب يعني مختلف تماما، بس في اللعبة كان أداؤه تنين. كان تنين مجنح حرفيا. لعبت الماتش كان بيهاجم وسريع أوي بصراحة. كان تنين مجنح ولكن ملهوش نسخة. مفيش حد بنسخة غير النسخة الخرزة الزرقاء. بصراحة ثروته حلوة، عنده قدرة تحمل و77 بنية. ممكن يكمل برضه، مش هيكمل معانا تقريبا. كل لعبة مكنش يكمل معانا الماتش. طوله 180، سريع، تمريراته حلوة مراوغة. والدفاع بصراحة كارت أسطوري ليه مع إنه كارت جولد. أيوة زي ما قلت أنا مش هلعبه كليفت باك، هلعبه كرايت باك. يلا بقى نشوف رابع واحد هيخش معانا التشكيلة يكون مين. بسم الله. لون بنفسجي. بنفسجي ده مفيش حد غير ريال مدريد الطقم التاني بتاعه. وفي النادي الهلال السعودي برضه الطقم التاني بتاعهم. الهلال السعودي بيلبس بنفسجي متهيألي. اهو بيلبس اسود وابيض وازرق. ففي بنفسجي. انا لو خدت من الهلال السعودي ممكن اخد هيرنديز. انا بصراحة عايز اجربه. نشوف ناخد هيرنديز ولا ناخد بلينجهام احسن، او كورتوا. لا خلينا نمشي مع كورتوا. لازم نحسن معاه من دلوقتي. سعر كورتوا في الصين هو يعتبر مليون. ورابع لاعب يخش معاه التشكيلة هو العنكبوت كورتوا. بس شجع احنا ضمن الحراسة من دلوقتي. بقى معانا 8 ألوان ب7 مراكز. يلا نسمي نشوف خامس مركز معانا هيكون ايه، او خامس لون معانا يعني. لا مش اللون ده، بني. اوكي شباب، لا يوجد النادي بيلبس لون بني في اوروبا، فبرضه اللون البني يخرج معانا وندور لون تاني. طب يطلع بقى يا رب بقى يطلع لون عدل. طب ليه ما كان الاصفر؟ يا نهار ابيض، برتقاني. شكلها هنعمل تشكيلة كلها من فريقين، الليفر والريال. متهيألي محدش بيلبس برضه لون برتقاني غير الريال. اوكي، الانتر برضه بيلبس لون برتقاني. مين في الانتر كويس يا جدعان؟ والانتر برضه فيها ناس حلوة. في الهجوم بصراحة أنا عايز الهجوم التالت معانا يكون كريستيانو، عشان كده مش هجيب هجوم الانتر. ممكن نجيب باستوني، هو الدفاع الوحيد الحلو في الانتر. حتى الحارس بتاعه مش حلو. كده هجيبنا كورتوا، أو ممكن أجيب من ريال مدريد أجيب بلينجهام. في جماردو أنا كنت عايز أجربه بصراحة، فمتهيألي هو بلينجهام يعرف في نفس المركز، دي مشكلة. كنت مستني يطلع لي بقى مخططش هجيب جماردو. ماشي احنا ده كذا خيار. احنا دلوقتي عندنا بلينجهام ميلعبش غير كام
وعندنا برضو كامافينجا بيلعب كام. عندنا برضو فالفيردي. انا بقول بصراحة خلينا مع فالفيردي، ويبقى المركز كام نجيب فيه جمارت. برضو تحتيقاته حلوة كالسرعة وكبنه وككله. هو يكمل معنا الماتش شكله ب840,000. وخامس لاعب يخش معانا التشكيلة هو الأسطورة فالفيردي. انا هرب ده في من الميلان دي ماركة نسيه خالص، كان ممكن يخش معاك كظهير ايسر. يلا بينا نشوف اللاعب السادس معانا هيكون ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. لونين. عايزين نجيب نادي بيكون التيشيرت بتاعهم كام لونين بس طبعا هاخد برشلونة واخد ديونج نفع العملاق الكتالوني. فعندنا جافي ديونج وبدري 3 بيلعبوا في نفس المركز سي ام. انا بصراحة انا بقول هاخد ديونج. هناخد ديونج بسعر 420,000 مرة باهي. مش كده احنا دلوقتي عمالين نهتم بخط الهجوم بس. الدفاع عندنا شكله يبقى ملط، عارفين سايبين الالوان تخاف الدفاع. سادس لاعب يخش معاه تشكيلة هو ديونج. لما تم مخطط. هنجيب دي ماركو الجورد بيدفع 200,000. سابع لاعب يخش معاه تشكيلة دي ماركو سريع حلو، دفاع مش وحش بالنسبة ان هو جولد. والتمريرات في السكيلز اللي عنده تمريرات بريئة، تسديدات بارعة، ركلة حرة، ويلعب عرضيات كبيرة. حلو مش وحش. دلوقتي شبه احنا فضلنا 4 مراكز ب4 ألوان. نشوف المركز الجاي معانا هيكون ايه. لون أخيرا أصفر الحمد لله. كيسان طبعا مع الأسف مفيش منه غير نسخة أحيه. شباب دي مشكلة، كيسان مفيش منه في السوق. طب خلينا نروح نادي بروسيا دورتموند. شوف عندهم دفع حلو. بالنسبة لنادي بروسيا دورتموند وعندهم أنتوني، أتمنى يكون ليه كارت جولد. شوف التانيين عندهم لعبة كتيرة جولد. في أنتوني موجود، أنتوني حلو، فبس لعبة ملط عامة. فخلينا ناخد أنتوني. كذا حلو مش وحش، حلو اهو. خلينا ناخد أنتوني بسعر ايه ده حتى أنتوني مفيش منه في السوق يا جدعان، في ايه؟ لا ده كان مش واخد بالي، سوري. اوكي أنتوني برضه مفيش منه في السوق، يعني ولا أنتوني ولا كان شكل لبسنا. بس ما فيش حد يلبس اللون ده، ما فيش حد يلبس اصفر. حاجة عشان تاني ناخد كريستيانو. سعر مرة اوكي الحمد لله. دبلته سعر 5.6 مليون. بس بقى على تقارير كريستيانو أول لاعب 5 ستار عملنا في التشكيلة، ويعتبر أطول لاعب في التشكيلة. بالنسبة للسرعة 75 مش حلوة أوي بصراحة. بالنسبة للسرعة وإمبابي أسرع منه بكتير. تسديداته حلوة، تمريراته يعني مراوغة. البنية مش هيكمل معانا الماتش، بس خليه مش عايزة تجاه، فهضطر اشتريه بسعر 7 مليار. عشان كريستيانو أغلى لاعب معايا في التشكيلة لغاية دلوقتي ب7 مليار. وبعدين كريستيانو جاي متطور أو جاي يعني خلاص الفرقة. ففي نقطتين خلينا نضيفهم له. ديفنسيف في التمريرات يبقى يزيد 10 في التمريرات. برضه الكيس جه برضه خريطة الزرقاء، برضه عنده نقطتين فخلينا نطورهم. خلينا نزودهم في الدفاع. نبقى نشوف 3 لاعب معانا، واحد كان بين التلاتة ألوان بالتلات مراكز. الألوان العربية عندها سماوي وأزرق ورمادي، يعني لون بشرة وربنا يسترها. سماوي احنا كنا لسه مجبناش كام. في السيتي في تشيركي. التشيركي عنده نسخة جولد، اتمنى بصراحة. بما اني خلاص احنا خلاص هندار واخر لون معانا هو الازرق والرمادي.
فمش محتاجين نحلف الدايرة تاني. خلينا نخش ونظبط التشكيلة بقى. في لاعب حلو أوي أنا كنت ناسيه بالنسبة للون السماوي، خلينا نشوف كده السيتي واللعبة بتاعت السيتي. بما ان احنا خلاص الدوري، فممكن في مركز إن كان نجيب بارما، لاعب أسطوري كان عمل ده في دوري الأبطال السنة اللي فاتت. فنجيب نشوف بس لعبة السيتي الأول. في لعبة السيتي مفيش غير هما كارتين جولد، مش فاهم ازاي. فخلينا على طول نروح لتشيلسي. تشيلسي في نسخة جولد من بارمر، السعر يعتبر 8 مليار، ده 8 مليون. اوكي، فيناش غير دوت، في منه في السوق بيعتبر 100 ألف. كان عندنا ثقب في الدفاع مفيش غير لونه رمادي، فهو كان ريال مدريد لهم برضه بيلبسوا فيه رمادي. عشان نجيب بلينجهام اللي بسعر 3 مليون. بلينجهام مفيش منه نسخ في السوق. خلينا نشوف كده في أندية بتلبس لون رمادي أصلا. شكلها كده هنلبس نادي كده غريب، وبعدين الثقب في خط النص وفي خط الدفاع. كشف بين نادي مانشستر سيتي بيلبس رمادي، وبس عملت كذا لون، فالشكاية كده هنلبس فعلا نلعبه كام. هندبر نشوفها دلوقتي، هنعمل خطة كده غريبة، ناخد أفضل أداء من اللعيب. في نسخة حد يبيع بلينجهام بسرعة. الحمد لله هنبدأ نشتري بلينجهام بتقريبا 2 مليون ونص. كده تخش تشتري معانا 3 لعيبة، والحمد لله جبنا بلينجهام. لا لاعب شيرنا هو كول بارمر، بعديه هازن، يا رب اكون قلت اسمه صح. وتالت واحد معانا حمدي من نابولي. بس وهذه تشكيلة نهائي الفريق، واصبح تكلنا 87. تشكيلتي مدروسة عليه، بجد تشكيلته ملط. فريق ليفربول في مواجهة ريال مدريد. هذه هي كرة القدم الحقيقية، وهذه هي الأجواء التي نتمناها ونبحث عنها في كل مكان في العالم. ألفونسو ديفيز، كرة خطيرة للتقدم في النتيجة. ممتاز اللقطة، ينهي الهجمة، تدخل شجاع على اللاعب، ينجح في الامساك بالكرة. برافو حارس المرمى، تدخل قوي على الكرة. يصل الدعم الهجومي. كانت محاولة جيدة لكن فقدوا الكرة، ضاعت الفرصة. الهجوم الآن من جانب كول بالمر. خلاص انتهت الخطورة هنا. بيعدي وبيمر بالكرة. كورتوا يتصدى واللعب مستمر الآن. تدخل من ديونج، يستعيد من خلال الكرة. فشل في الحفاظ بالكرة. يأتي الدعم الآن. الهجوم ينتهي بدون خطورة تذكر. تنطلق الصافرة الآن معلنة عن نهاية شوط المباراة الأول. نعود مشاهدينا مع الشوط الثاني، والتعادل قائم هنا بين الفريقين. امبابي، تشتيت الكرة بعيدا عن المنطقة. انطلاقة هجومية لريال مدريد. هذه كرة الأفضلية. محمد صلاح، امبابي،
فرصة هدف لمبابي. محمد صلاح بيجرب. حسين الآن عند دي يونغ. محمد صلاح، تأتي المساندة الهجومية. فرصة للتقدم في المباراة. ينجح في إبعاد الخطورة. ليفربول يهاجم. فرصة خطيرة وإمكانية للتسجيل. تصويبة وصلت في النهاية إلى حارس المرمى. أربع دقائق مشاهدينا تصل عن صافرة النهاية. نقترب من نهاية المباراة مشاهدينا. شفت، وها هي صافرة نهاية المباراة، والنتيجة هنا بالتعادل السلبي بين الفريقين الذي لا يريده أي متابع محايد.